أنا بالنسبة لي يتبعون مخططات شيطانية. السلام عليكم ورحمة الله. التغييرات المتكررة في القوانين بما فيها مدونة الأسرة الجديدة وإلا كيكون عندها أبعاد سياسية ومصالح أعمق مما تتصور، وكذلك من أسباب المساواة بين الرجل والمرأة وهي جعل المرأة تخرج تخدم في حالها بحال الرجل باش تكثر اليد العاملة. والهدف الرئيسي من هادشي كامل وسطر لي على هادي وهو يكثروا من مصادر جلب الضرائب، وهادشي كيكون مدروس وبالتدقيق. وهذه هي الغاية من هاد القوانين اللي كل مرة كيجيونا بلون وصيغة أكفس من اللي فاتت. كيبغيو يخلقوا ظروف للنساء باش يخرجوا يخدموا، ما عندهمش الربح. المرأة تبقى في الدار حيت الدولة ما كتستافد منها والو. وبطبيعة الحال وسطر لي على حتى هذه تحت ضغط صندوق النقد الدولي وهو مول هاد القرارات، وهاد المسؤولين مجرد كراكيز كيحركهم هاد النظام ديال الصندوق الدولي كيف بغا. راه كاين ما يتقال في هاد الموضوع، مازال غنطرقوا ليه بالتفاصيل وغتفهم كيفاش هاد الصندوق او بنك النقد الدولي كيتحكم فيك انت اولا عن طريق الناس اللي صوتي عليهم في الانتخابات. ودابا بغاو يخرجوا اختك ومرتك يخدموا وما كيهمش الا دمروا اسرتك، حيت حتى هذه بالضبط فيها منفعه ليهم. في هذا الفيديو غتسمع اسرار خطيره عندها علاقه بهذا الموضوع. كمل الفيديو حتى الاخر باش تفهم كيفاش عاجلين ودارسين هذه المؤامره. الماتعه اللي ما سقيناش بها انها تسالي على هذا الكلام، على هذا الكلام هذا اللي خارج من القلب